السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين يا رب تكونوا بسلام وبصحة وعافية وبخير. احنا ان شاء الله هنبدأ مع بعضنا كده بداية ان شاء الله كده جميلة من البداية كده واحدة واحدة، وعايزين نبدأ من الأول صح علشان ما نقعدش نراكم ونعمل أي حاجة. لا، احنا من الأول كده ورقة وقلم كده معانا ونقعد نلون نكتب شوية حاجات كده اللي هي الملاحظات المهمة ورايا بس، وهنظبط لك الدنيا. طيب اولا كده احنا خدنا الترم اللي فات في الانتجريتد ساينس، خدنا يونت 1 ويونت 2 واتكلمنا فيهم. طبعا يونت 1 كان بيتكلم عن الهيدروسفير بالتفصيل، الميه وكل حاجه عن خصائص الميه والكيميكال بروبرتيز والفيزيكال بروبرتيز والحاجات اللي عايشه في الميه وخلصناها. يونت 2 اتكلمنا عن الاتموسفير واتكلمنا عن الحاجات اللي في الاتموسفير، واتكلمنا عن الخصائص والاوزون والجلوبال وورمنج والحاجات دي كلها، والكائنات كمان اللي بتتاثر بالمناخ والكلام ده كله، وخلصناه برضه. طب الترم الثاني تفتكروا هيتكلم عن ايه؟ ايوه صح، ايوه، ما احنا ميه وغلاف جوي، يبقى كده يتكلم عن البايوسفير واللايسوسفير. طب البايوسفير دي يونت 3 بقى. يونت 3 في الانتجريتد ساينس بتتكلم عن البايوسفير. البايوسفير الغلاف الحيوي. الحيوي اللي هي الكائنات الايه؟ الكائنات الحيه. تمام. طيب هم 5 دروس، واحده واحده كده نقعد نمسك درس مع بعضينا. موضوع سهل جدا، احنا مش عايزين نكربس ونرخم يا عم، بالموضوع بسيط واحده واحده كده. انت بتتعلم لك كلمتين 3 ينفعوك باذن الرحمن ان شاء الله يا رب. طيب واحده واحده بقى، وتعالى كده نتمزج مع بعض، ناخد الدرس ده كانه ايه، بنهزر ونضحك مع بعضنا، ان هو درس لذيذ اصلا على فكره. طيب هناخد الجزء الاول من ليسون 1، مش هرخم عليكم في البدايه واديكم جزء كبير، لا هناخد جزء صغير. الجزء الاولاني ده زي والله يعني بصوا جايبين صوره لذيذه كده كمان، وجايبين لكم سلاحف تحت، وجايبين لكم ميه، وجايبين لكم كائنات. ده اللي احنا هنتكلم عليه اصلا، الكائنات الحيه وتاقلمها مع الانفايرمنت، البيئه والايكو سيستم والحاجات دي. يا مستر احنا خدنا الكلام ده كله، انا عارف ان انتوا خدتوا الكلام ده كله، هناخده ثاني بقى بس بتفصيله شويه، واحده واحده بقى معايا كده، ومن غير ما توجع دماغك. ده احنا كاننا بنعيد الكلام واحده واحده. البايوسفير اند اتس ستابيليتي، يعني الغلاف الحيوي واستقراره وثباته. طيب بدأنا كده. طبعا هو بيقول ان احنا كنا خدنا قبل كده، عرفنا ان البيئة بتتكون من 4 سفيرز، 4 سفيرز اللي هم ايه؟ يلا معايا: هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير، لايسوسفير. نقولهم تاني: الهيدروسفير والاتموسفير والبايوسفير واللايسوسفير. شايفين الترتيبه اللي احنا عاملينها دي؟ هي دي ترتيبه المنهج اللي احنا خدناه. احنا خدنا الهيدروسفير وخدنا الاتموسفير، ودلوقتي بناخد مين؟ البايوسفير. طيب يبقى احنا في اليونت ده هنتكلم عن البايوسفير. ايه البايوسفير؟ بيقول لي هو جزء من كوكب الارض، a part of the planet Earth اللي فيه اللايف exists. هو ده الحياه، الكائنات الحيه، اللايف اكزيست. وموجود فين طيب الحياه دي؟ الحياه دي موجوده في المحيطات بس، ولا موجوده في اعالي الجبال، ولا موجوده في المحيطات واعالي الجبال والمنطقه اللي بينهم؟ بالظبط، موجوده فين؟ في المحيطات، قاع المحيط واعلى الجبل وفي اللي بينهم. يبقى بقول كده: extend from depths of oceans أو to the top of mountain. من أول المحيط، مش محيط، ده قاع المحيط، يعني من أول قاع المحيط لحد آخر الجبال واللي بينهم. تمام؟ passing through land and air. حلو. طيب البايوسفير يعتبر huge وانتجريتد سيستم كبير ومتكامل. huge integrated system. بيتكون من ايه بقى السيستم ده؟ بيتكون من living organisms وبيتكون من environments. living organisms زي النباتات والحيوانات والمايكرو اورجانيزمز، الكائنات الدقيقه الصغيره خالص، البكتيريا والميكروبس والحاجات دي. والenvironment in which they live اللي هم عايشين فيها.
طيب living organisms interact with their surrounding environment through a constant exchange of matter. ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لي ان هم كل الحاجات دي مرتبطه مع بعضها بكونستنت اكستشينج، تغيرات ثابته. يعني ايه تغيرات ثابته؟ لو في نوع من الكائنات زاد، نوع تاني من الكائنات تقل، نوع من الكائنات قل، نوع تاني من الكائنات تزيد. وكمان دولت معتمدين على البيئه اعتماد كلي، يا اما عايشين في الميه فمعتمدين على الميه والاكل في الميه والتنفس من الميه، يا اما عايشين في الهواء فمعتمدين على الهواء والتنفس من الهواء. فهم في انتراكشن، ترابط ما بينهم. فهو بيقول لي كده ان living organisms interact with the surrounding، بتتفاعل مع البيئه بتاعتهم عن طريق الكونستنت اكسشينج ماتر وانرجي. وكمان في حاجه كمان، النباتات بتاخد الطاقه من التربه واحنا ناخد الطاقه من النبات، وهقول لكم الكلام ده ازاي. بس خلينا دلوقتي الحاجه اللي انتوا عارفينها، اللوجيك المنطقي. النبات بياخد الطاقه من ضوء الشمس، وبياخد من التربه، بياخد من التربه اللي هي العناصر الغذائيه والميه، ومن الهواء بياخد الكربون دايوكسيد. طب بعد ما ياخد الحاجات دي النبات كبر، مات، النبات مات، هيكبر لغايه لوقت معين هيموت، كائن حي توفاه. طب لما مات النبات ده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اتحول لايه؟ لبقايا، لفتافيت، اتحلل، والطاقه اللي كانت فيه رجعت تاني لفين؟ في النبات. انا اسف، في السويل. رجعت تاني لفين؟ في السويل. يبقى هو اعتمد على السويل عشان يكبر، ولما مات الطاقه رجعت تاني. فبيقول لي ايه؟ كونستنت اكسشينج، تبادل مستمر للطاقه والماده. الماده اللي هو خدها منه يعني برضه ونزلها له تاني. طيب ايه العلاقه ما بين البايوسفير والاذر سفيرز؟ هل في علاقه ما بين الغلاف الحيوي وباقي الاغلفه؟ الهيدروسفير والاتموسفير واللايسوسفير؟ في طبعا، كلهم بيكملوا بعض. بيقول البايوسفير closely connected to other spheres، يعني متصل اتصال مغلق بالتانيين، يعني مهم ان هو لازم يبقى التانيين موجودين. طيب that make up planet Earth، اللي هم كلهم بيعملوا كوكب الارض. طيب البايوسفير doesn't function independently، ما بيشتغلش لوحده. وانا لسه قايل لكم بيعتمد connected to other spheres، ما بيشتغلش لوحده. امال بيعتمد على ايه؟ على الاذر sphere for continuity and balance of life، علشان استمرار الحياه. يبقى remember، افتكر بقى بيقول لي الارث sphere are closely interconnected to each other. closely interconnected، مرتبطين ارتباط جامد قوي. closely ارتباط متقارب، ارتباط قريبين جدا من بعض. الحاجات كلها دي قريبه من بعض، يعني ده بيعتمد على ده، بيعتمد على ده، بيعتمد على ده. ترابط كبير شديد ببعضهم. ما ينفعش واحد يعيش لوحده، او ما ينفعش كوكب يبقى فيه سفير واحد ما فيهوش الباقيين. الا لو في كده يبقى الحياه مش هتستمر، ما فيش حياه اصلا. كوكب الارض لو كان ما فيهوش ميه الحياه هتتدمر، لو ما فيهوش غلاف جوي الحياه هتتدمر، لو ما فيش ارض اصلا او ما فيش صخور الحياه هتتدمر، ما فيش كائنات حيه الحياه هتتدمر، ما مش هتستمر، ما فيش حياه بقى. طيب بيقول لنا هنا ان living organisms that constitute the biosphere، اللي بتكون البايوسفير constantly interact with other spheres. ده سؤال give reason، طبعا احنا ما عندناش give reason، امال احنا عندنا ايه؟ explain، وضح. يجي يقول لي وضح ليه الليفنج اورجانيزم اللي بتعمل البايوسفير بتتاثر بالكائنات بالسفيرز الثانيه، احنا قلنا ايه؟ بالسفير اللي هي اللايسوسفير والاتموسفير والهيدروسفير الثانيه، الاغلفه الثانيه، عشان تحصل على الاسينشال سبستانسز، العناصر المهمه. ليه بقى؟ لall their vital processes او all their vital activities، للنشاطات والعمليات الحيويه المهمه. يعني مثلا هنا قال لي بص كده، البايوسفير احنا الكائنات الحيه محتاجين الهيدروسفير في ايه؟ في الميه عشان نشرب. محتاجين الاتموسفير في ايه؟ في الاكسجين عشان نتنفس، الاكسجين جاز. وفي الكربون دايوكسيد للنبات عشان يعرف يعمل عمليه الفوتوسينثيز. طيب احنا محتاجين المينرال والسويل في ايه؟
محتاجين النبات محتاجها. ليه بقى؟ اصل النبات بيحتاجها، بياخد منها البلانت بند فور جروث اند ستابيليتي. ما هو النبات ما بيمشيش على الارض، النبات بينمو في السويل، يبقى هو محتاجه للستابيليتي، ثباته، الثبات بتاعه، وكمان للنمو بياخد منه العناصر الغذائيه بتاعته. طب ما تدينا كده اللايف سايكل بتاعه النبات. مش انت قلت لنا النبات ده كائن حي، والكائن الحي ده بايوسفير بيعتمد على الحاجات التانية. ما تقول لي كده، اشرحها لي. ادي جبنا نبات اهو، النبات مزروع في الارض اهي، ادي نبات، وادي الارض اهي الطينه اللي هو مزروع فيها. طيب وطبعا هواء حواليه وكل حاجه. باول حاجه بيقول لي كده بيحصل عمليه اسمها فوتوسينثيز، كلنا عارفينها. تعالوا نفتكر بقى. النبات بيمتص ميه، الميه دي ايه؟ هيدروسفير ومينرال سالتس. طب الاملاح، المينرال سالتس، الاملاح المعدنيه موجوده فين؟ او تعتبر ايه؟ ما هي تعتبر من الصخور او موجوده في الصخور. ملح، الاملاح والحاجات المعدنيه دي موجوده في الصخور. اللايسوسفير فروم ذا سويل، السويل اللي هي اللايسوسفير، وبياخد كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد هواء، والهواء ده ايه؟ اتموسفير. يبقى خد الثلاثه ولا ما خدهمش؟ يبقى النبات خد هيدروسفير ميه. حد يقول لي ما خدش حاجه، لا، ما هو الهيدروسفير ميه، انت نفسك بتاخد ميه. اللايسوسفير المينرال سولتس، الاملاح المعدنيه. الاتموسفير الكربون دايوكسيد، وانت بتاخد اتموسفير اللي هو الاكسجين. ايوه انا ما خدتش حاجه يا بيه، انا بريء. it use solar energy، بياخد السولار انرجي وبيستخدم السولار انرجي يا دكاتره. طب بيستخدمها في ايه؟ عشان يبروديوس، يطلع الطعام، وenable it to grow within the biosphere، ويخليه يعرف يكبر من غير يخليه يعرف يكبر وينمو، اللي هو البايوسفير دوت. طيب الترانسبيريشن، في عمليه بقى اسمها عمليه الترانسبيريشن، خدناها برضو. انت ناسيها خلاص، انت ما خدتش حاجه، انا عارف انا ما خدتش حاجه يا بيه زي ما قلت. الترانسبيريشن هي عمليه ايه؟ التعرق. ايه التعرق ده؟ كأن النبات بيعرق. هنا النبات بيطلع، البلانت ريليز اكسجين انتو اير، الاكسجين بيطلع في الهواء، الاتموسفير يعني، and return part to the water to the atmosphere، وبيطلع جزء من الميه للغلاف الجوي in the form of ايه؟ في شكل ايه؟ water vapor hydrosphere. النبات لما بيعمل ترانسبيريشن كأنه بيعرق، ايا كان بقى. النبات بيطلع اكسجين، بيطلع كربون دايوكسيد، ما يخصنيش دلوقتي الصبح ولا بالليل، لان احنا عارفين الصبح بيطلع اكسجين بس بالليل بيطلع كربون دايوكسيد. المهم النبات وهو بيطلع الاكسجين مثلا الصبح بيحصل عمليه الايه؟ ترانسبيريشن عادي، عرق، بيعرق. ايه ده؟ يعني النبات وهو بيطلع اكسجين يروح مطلع شويه ووتر؟ والله بيطلع ووتر، بيطلع ميه، الميه في شكل ووتر فيبور، بخار ميه، اللي هي الترانسبيريشن. يبقى النبات طلع اتموسفير اكسجين وطلع هيدروسفير ميه. طب الديكومبوزيشن، انا لسه قايل لك النبات كبر، مات، توفى. طب النبات لما بيموت بيتحلل. طب لما بيتحلل العناصر اللي فيه، المينرال سالتس اللي فيه، ترجع تاني للتربه وتبقى لايسوسفير. يبقى مستر when the plant die الديكومبوز، بيتحلل في السويل ويبقى ايه؟ into simpler substance، اللي هي مين يا دكاتره؟ اللايسوسفير. اللي هي مين؟ لايسوسفير. طيب حلو جدا، خدناها وهناخدها. سيبك بقى من خدناها، عشان انا عارف ان كلمه خدناها دي، انا عارف انتوا ما بتحبوهاش، بتحسوا ان انتوا ناسين او مش فاكرين او ان انتوا، انسى، هناخدها. في عناصر او في بنسمي كده ان البيئه، الايكو سيستم، فيها حاجه اسمها بايوتيك فاكتور وابايوتيك فاكتور. يعني بايوتيك وابايوتيك. طب البايوتيك فاكتور العامل الحيوي، والابايوتيك فاكتورز العوامل الغير حيويه او غير حيه. هنعرف دلوقتي. بيقول لي ان البايوسفير بتتكون من حاجات ليفنج، اهي دي البايوتيك. اهي الليفنج ده هو ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بايوتيك. وحاجات نون ليفنج، وده اللي بقول عليه صح كده، ابايوتيك. وهم الاثنين work together، بيشتغلوا مع بعض in balanced system، في سيستم متوازن، نظام متوازن.
طيب that makes life possible on the surface of the earth. طب البيوتيك فاكتور، ايه هو البيوتيك فاكتور؟ بيقول لي كده include all living organisms that affect environment and are affected by it. زي مين؟ plants, animals, microorganisms. البلانتس والانيمال والمايكرو اورجانيزمز ممكن نقول عليهم الديكومبوزر، المحللات عادي. وقلنا ان هم بينقسموا لايه؟ each organism play different role in the ecosystem. كل واحد منهم ليه دور. النبات ليه دور، الايه الانيمالز او الكونسيومر ليها دور، والديكومبوزر ليها دور. الديكومبوزر اللي هي الايه هقول لكم اللي هي البكتيريا والحاجات دي. طيب البلانتس ليها دور ايه؟ البلانتس اهم دور والله. النباتات اهم دور. هي دي اللي بتنمو واحنا بنعتمد عليها في الطاقه، ناخد منها الطاقه، ناكل وناخد منها الطاقه، هي البدايه. يبقى هي produce food عن طريق عمليه الفوتوسينثيس بروسيس، وهي تعتبر البرايمري سورس اوف انرجي فور all other organisms. البرايمري سورس اوف انرجي فور all other organisms، هي مصدر الطاقه الاول لكل الكائنات. طب انا جيت قلت لك مصدر الطاقه لكوكب الارض الشمس، انا بقول مصدر طاقه لكوكب الارض الارث بلانيت، هتقول لي الصن. انما هنا بقول لك للكائنات. الكائنات بتاكل ايه؟ انت بتاكل ايه؟ الاساسي نباتات. يقول لي لا ما في حد بياكل لحوم بس، في كائنات بتاكل لحمه بس. ما هي بتاكل لحمه، غزلان مثلا، بقر يا سيدي، حمير. الحمار اللي هو مش بني ادم طبعا بياكل الحمير، لا انا قصدي اللي بني ادم بياكل اللايون مثلا ياكل الحمار ولا ياكل الذبره ولا ياكل الحاجات دي. طب هو لما بياكل الكائنات دي، مش الكائنات دي اصلا متغذيه على نباتات؟ يبقى النبات هو البرايمري سورس اوف انرجي فور اول اذر اورجانيزمز. طب الانيمالز بتعتمد فور ذير نيوتريشن، في اكلها والتغذيه بتاعتها، اللي هو الانيمالز. على فكره احنا انيمالز، وقلت لكم قبل كده ان الانسان من الكينجدم انيماليا، اللي هو مملكه الحيوانات. احنا انيمالز، مش قصدي اللي هي شتيمه والله، قصدي كمملكه. العلماء مصنفين الانسان تبع مملكه الحيوانات. طبعا انا عارف الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه ومكرمه، ولقد كرمنا بني ادم يعني، ولكن انا قصدي في التصنيف العلمي هم مصنفين ده مع الانيمالز. طيب يبقى النباتات او الانيمالز الحيوانات بتعتمد في اكلها على البلانتس بس؟ لا، وبرضه على الانيمالز، ودول بنسميهم كونسيومر. ايه ده؟ طب يبقى انا عندي الانيمالز او الكونسيومر نوعين. انيمالز بتبقى انيمالز غلبانه، ودي بنسميها براي، الفريسه، ودي بتاكل نباتات. الكاو، البقره، الذبره، الحمار، الدونكي، المونكي، وات ايفر بقى. وفي بقى كائن مفترس، بريديتور، والبريديتور المفترس ده هو اللي بياكل البراي. يبقى depend for their nutrition on plants or on other animals. على البلانتس، يبقى اما بيعتمد على البلانتس، يا اما بيعتمد على كائن تاني زي البريديتور ما بياكل البراي. في بقى الديكومبوزر. الديكومبوزر المحللات، اللي بيحلل الحاجه، decomposition. انت لو جبت طماطمايه وسبتها يومين كده بره الثلاجه والجو حر، تلاقي الطماطمايه بدات تطرى. طب سيبها اسبوعين هتلاقيها عفنت. طب سيبها كمان شهرين هتلاقي الطماطمايه دي قلت لحد ما هتبقى اختفت. راحت فين الطماطمايه؟ اختفت ازاي؟ محدش جه جنبها، محدش كلها، محدش خدها وجري. امال راحت فين؟ حته الطماطم اللي انا كنت سايبها راحت فين؟ اتاكلت. مين اللي كلها؟ مين اللي تغذى عليها؟ مين اللي قعد يعفن فيها وياكلها لغايه لما انتهت؟ الديكومبوزر. وده اللي بيحصل في اجسامنا واجسام البني ادمين. الحيوانات طبعا لما بيموتوا احنا بنختفي، بنتحلل، ما بنبقاش موجودين. سبحان الله، الانسان بكل كبره وكل علمه وكل اللي وصل له وكل اللي بيحصل من سواء على الحاجه المحليه او الحاجه العالميه، الانسان بيعمل كوارث طبعا. شايفين احنا اللي حوالينا الدنيا ماشيه ازاي، ولكن سبحان الله الانسان بيختفي. لما بيموت بيختفي.
عشان ما حدش يتكبر على حاجه. ما فيش حاجه مستاهله اصلا، ولا حد يتكبر على حاجه. الانسان ده ولا شيء، الانسان ده نكره. سبحان الله. ليش دخلنا في حته كده؟ يلا بينا. يبقى الانسان او النبات او الحيوان، الحاجات دي كلها لما بتموت بتجي لها ديكومبوزر، بتكسرها وتفتتها وتحللها، تخفيها. سبحان الله. break down remains of dead organisms and return essential element to the environment، وترجع البقايا للسويل. واحنا لما تحللنا واتكلنا في بقايا بتطلع من الانيمالز دي، الحاجات من الديكومبوزرز دي، وفي حاجات هم نفسهم اصلا ياخدوها من جسمك، يروحوا محطينها فين؟ في التربه. سبحان الله. وترجع التربه خصبه ونباتات تنمو فيها من اول وجديد. allowing ecosystem to reuse them، يعيد استخدامهم. حلو. ده مين اللي انا كنت بحكي عليه ده؟ البيوتيك. البيوتيك هو اللي النباتات، وبعدين الحيوانات كونسيومر، يعني البلانتس والكونسيومر انيمال، والديكومبوزر ده البيوتيك. طب الابيوتيك، الحاجات الغير حيويه بقى، العوامل الغير حيويه، ودي non living components of the environment. زي ايه يا مستر؟ ما تقول لي كده، ايه الحاجات الابيوتيك اللي حوالينا بنحتاجها؟ الضوء، اللايت، ضوء الشمس، ما هو النبات محتاجه. الووتر، التمبريتشر، السويل، المينرال سولتس او النيوترونز او سولتس، الاير، كل الحاجات دي حيه. دي كائنات حيه. الهواء ده كائن حي، الميه كائن حي. لا، الحاجات دي كلها مش حيه. ابيوتيك فاكتور. سبحان الله. يبقى الحاجات دي حاجات غير حيه، ابيوتيك فاكتور، بيحتاجها الكائنات الحيه البيوتيك، والاثنين يتحدوا مع بعض عشان يعملوا البايوسفير. سبحان الله. البني ادم سمعتها، ويعني سبحان الله البني ادم احنا طبعا محتاجين نتنفس، زي ما احنا عارفين بنتنفس اكسجين وبنطلع كربون دايوكسيد، والموضوع بسيط كده. دي نعمه من نعم ربنا علينا. يا مستر عارفين ان هي نعمه عادي. لا، هل احنا فكرنا فيها بقى بتمعن شويه كده؟ احنا ممكن نكون الحمد لله بنتنفس وحد جنبنا تعبان مش قادر ياخد نفسه، وحصلت فتره الكورونا، وحصلت امثله نعرفها، وفي ناس دلوقتي حتى من غير الكورونا مش قادرين يتنفسوا. ناس عندها حساسيه حرام بتعمل جلسات اكسجين. ناس اعرفها يعني بتاخد جلسات على طول، مش هقول يوميا بس على طول. هم زيك. ده في ناس اتمنع عنهم الاكسجين سبحان الله وماتوا، ما عرفوش انبوبه اكسجين، وبرده مش عارف يتنفس ومات. انت كل نفس ده مكتوب لك. النفس الاكسجين، النفس اللي انت بتاخده ده وبتطلعه مكتوب لك. اللي انا عملتها وانا مش داري ده مكتوب لنا. فسبحان الله دي من نعم ربنا علينا. يعني وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. انا ما كنتش فاهم اول الايه ديت. لا فعلا لا نحصاها، مش هنعرف. ده في حاجه واحده بس. اضرب بقى في حاجات كتير. اضرب بقى في الميه، شرب الميه، بق الميه اللي انت بتشربه، اللي انا بشربه، اللي انت ممكن تشربه دلوقتي في كوبايه الشاي ولا هتشربه كمان شويه. بق الميه ده مكتوب لك من ساعه ما اتخلقت الميه دي، هي مكتوبه لك. بق الميه ده انت تاخده، ما حدش هياخده غيرك. فدي نعم سبحان الله. عشان كده بقول لك ان البيوتيك والابيوتيك بيتحدوا مع ايه؟ بيتحدوا مع بعض. حلو جدا. This factor are responsible for، مسؤول عن ايه؟ انها بتحدد determine the types of living organism that can survive in the particular area او specific area. يعني جيت قلت لك السمك، هتقول لي السمك هيعيش في الهواء عادي؟ لا طبعا، السمك عشان يعيش محتاج ميه. جيت قلت لك terrestrial plants، نباتات ارضيه، هل تتعيش في الميه؟ لا، هتموت في الميه، محتاجه هواء. طيور هتعيش في الميه؟ لا، محتاج. يعني سبحان الله الحاجات دي بتحدد. ليه؟ اصل كل اورجانيزم بيحتاج specific environment، بيئه محدده وكونديشنز، ظروف محدده to grow and remain alive او survive، يبقى على قيد الحياه ويبقى حي. طيب حلو قوي. يعني مثلا على سبيل المثال الليك، البحيره، بحيره جميله عسوله اهي، بحيره. البحيره دي بتحتوي على ايه؟ ليك ايكو سيستم، سمك، فيش، الجي، طحالب، الطحالب الخضراء، البكتيريا. عارف الطحالب دي لما انت بتبقى احيانا نازل كده البحر، بعض البحار احيانا بالذات كانت بتحصل في اقول لكم فين، في مطروح. سواء بقى نزلتوا بقى، لو نزلتوا عجيبه مثلا ولا نزلتوا
الشواطئ بتاعت مطروح ديت، احيانا وانت ماشي كده تحس انت بتدوس على حاجه مزفلطه سنه ولونها اخضر كده ثابته كده في الارض. ايه دي بتبقى دي الجي طحالب. الطحالب بينها الوان طبعا. الالجي دي يبقى الفيش والالجي والبكتيريا انتراكت ويز، بيتفاعلوا مع مين بقى في البحيره؟ مع الفيزيكال والكيميكال كومبوننتس اللي فين؟ اللي في الميه. مش انا بقول بحيره. يبقى الفيش والالجي والبكتيريا بيتفاعلوا مع الحاجات اللي في الميه. ليه؟ in a continuous cycle، دوره مستمره كده ومغلقه of matter and energy exchange. ده يدي ده حاجه وده ياخد ده حاجه وده يدي حاجه وده ياخد حاجه. السمك بياكل وبيتنفس من الميه، يموت بعد كده ويتحلل في الميه ويرجع العناصر تاني للميه، ويجي سمك تاني يتغذى على الحاجات البقايا دي، ونفس الكلام. دي continuous cycle. هذه دوره الحياه. زي سيمبا كده. انا بقول زي سيمبا لان كان في الكرتون اللي هو اللاين كينج كان في مقطع كده لما كان اسد سيمبا تقريبا كان اسمه سيمبا الكبير، لما كان الكبير بيوري ابنه الصغير بيقول له احنا بناكلهم، هو بيقول له احنا بناكلهم ليه يا بابا؟ بيقول له احنا بناكلهم علشان احنا نفسنا بنكبر، ولما بنكبر بنموت وجسمنا بيتحول لنباتات. طبعا هو قصده يعني جسمنا بيطلع عناصر بيديها للتربه والتربه تطلع نباتات، وهم يرجعوا ياكلوا النباتات دي واحنا نرجع ناكلهم. وهذه دوره الحياه بني. دي بنسميها ايه؟ سايكل، لايف سايكل، دوره مستمره لا تنتهي سبحان الله الا بانتهاء الحياه، يعني باراده ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه الليفل اوف اورجانيزيشن ان بايوسفير؟ هل البايوسفير كده وخلاص سبهلله؟ لا، ده في ليفل. ايه ليفل؟ مستويات. يعني ايه بقى؟ تعالوا كده بيقول لي life on the earth is organized into a progressively complex level. يعني حاجات كده متقدمه وكومبلكس معقده. بتبدا، تعالوا نبدا كده من الحاجات الصغيره للاصعب. بتبدا اولا individual لحد ما توصل للبايوسفير. تعالوا نمسك كده. انا الاول سيبك من الكلام، تعالوا الاول نشوف الصوره. الانديفيدوال هو الفرد الواحد. الكائن ده فرد واحد، individual، فرد. الغزاله دي فرد. طب القطيع من الغزلان ده اسمه biotic population، بس نوع واحد، فصيله واحده. يعني ده فرد واحد وده كذا فرد بس فصيله واحده. طب افرض انا كنت كده جايب لك باندا مثلا. باندا، الباندا دي individual، باندا واحده. طب جيب لك انا 6 7 باندات ولا 20 باندا، ده اسمه biotic population. population السكان، بس السكان بتاع فصيله واحده. طب جبت بقى الباندا مع الغزلان مع الفيلة مع الذبرة مع الطيور مع ده بنسميه biological community. biological ايه؟ community، مجتمع حيوي، مجتمع بيولوجي. طيب المجتمع البيولوجي ده بيتفاعل مع الميه والهواء والنباتات، وده بياكل ده وده بياكل ده وده بياكل ده، اسمهم ايكو سيستم. طب ايكو سيستم وايكو سيستم وايكو سيستم تعمل حاجه اسمها البايو سفير اللي احنا بنتكلم عليها. تمام؟ يبقى الانديفيدوال هو الفرد الواحد. تعالوا كده سريعا. ايه الانديفيدوال؟ هو السنجل ليفينج اورجانيزم، الكائن الواحد اللي belong to a specific type of living organisms. فرد واحد، فصيله واحده. one fish في البحيره، one tree في الغابه، حاجه واحده، فرد واحد. طب كتر الفرد ده بقى في فرد وفرد 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 بس نفس الفصيله، بنسميها biotic population. يبقى البيوتيك population جروب، مجموعه من الانديفيدوالز، الانديفيدوال افراد ولكن سيم سبيشيز. على فكره كلمه سبيشيز لو شفتها على جوجل هتلاقيها سبيسيز، بتتنطق سبيشيز بالبريتش وسبيسيز بالامريكان، تلاقي نطق كتير قوي بيختلف في حاجات زي كده. طيب المهم بس هم بيشاركوا بعض ايه؟ بيشاركوا في نفس شيرز ذا سيم بليس، نفس المكان قاعدين مع بعض والتايم موجودين مع بعض وبيتفاعلوا مع بعض. تمام. طيب حلو جدا. مجموعه من الفيش، مجموعه من الغزلان. البيولوجيكال كوميونتي لا ثانيه، دي مش فصيله واحده ولا فرد واحد individual ولا فصيله واحده اللي هي البيوتيك population، دي مجموعه من الفصائل interact with each other various population، كذا مجموعه من different species that live in the same area وعايشين في نفس الايه؟ في نفس المكان. وinteract with a complex network of feeding، ده بياكل ده وده بياكل ده. المهم ان في حاجه معقده منهم هنعرفها كمان شويه. المهم يعني ان في شبكه غذاء بينهم كده، وهنفهم كمان شويه الكلمه دي. زي مثلا الغابه، ما هي الغابه فيها ايه؟ فيها اشجار والنباتات طبعا من الاشجار، وفي هيربيشيس انيمال بتاكل الاشجار والنباتات.
وفي انسكتس حشرات، وفي بيردز طيور، وفي ماملز، وفي كل ده. هل ده ينفع اقول عليه individual؟ لا، ينفع اقول عليه biotic population واحد، فصيله واحده. انا قلت حشرات وطيور ونباتات. طب ده بقول عليه بقى، بقول عليه biological community، مش biotic population. لا، ده community، مجتمع. طب community وcommunity وcommunity بقى، وكمان بقى ايه، بيتفاعلوا مع البيئه، بياكلوا ويتغذوا ويناموا ويقوموا ويتحركوا. هو geological او geographical area. تاني، هو geographical area، يبقى الايكو سيستم هو geographical area that aware living organisms biological community when non-living things interact with each other. تمام حلو. طب لما several ecosystem، كذا ايكو سيستم بيبقوا مع بعضيهم share، بيتشاركوا مع السيميلر. بس ثانيه بس عشان ايه بس الحته دي كذا ايكو سيستم. هتقول لي ده البايوسفير. ايوه البايوسفير ده كله البايوسفير. انا بتكلم بقى لو في ايكو سيستم بتشترك في نفس المناخ. ما هو سهل، الغابه ايكو سيستم، الصحراء ايكو سيستم، البحار ايكو سيستم. ولكن هل الغابه في غابه واحده ولا في غابات كتير؟ في غابات كتير. طب الغابه دي ايكو سيستم، والغابه دي ايكو سيستم، والغابه دي ايكو سيستم، طالما مشتركين في نفس الظروف، غابه وغابه وغابه مشتركين ان هم بيمطروا، ان هم فيهم كائنات كتيره، وان هم مش عارف ايه، والاكل منتشر مثلا، ده بنسميه بايوم. تاني، يبقى several ecosystem share، بتشارك similar climatic condition، نفس الظروف المناخيه، and dominant living organisms، ومعظم الكائنات المشتركه يعني دي بنسميها البايوم المشتركه او المسيطره. يعني كان معروف كائنات، يعني مثلا اقول لك البحر، هتيجي في دماغك السمك، بحر احمر، بحر متوسط بسمك، خلاص. محيط، اي محيط منهم سمك، تمام. فدي كائنات بنسميها دومينانت، مسيطره، موجوده يعني. طيب يعني مثلا ايه البايوم بقى؟ large geographical area ecosystems يعني، ولكن بتشارك في الكلايمت، في المناخ، عندها نفس المناخ، صحراء وصحراء وصحراء، مناخهم واحد. غابه وغابه وغابه، مناخهم واحد، عشان كده نقول عليهم بايوم. طب لو مناخ مختلف او لا، يبقى مش بايوم، ده مش تبعهم. condition and have similar dominant organisms، زي مثلا التروبيكال رين فورست، الغابات الاستوائيه. التروبيكال رين فورست في الامازون وفي افريكا وفي اسيا بتشارك ايه؟ سواء كانت في الامازون او اسيا او قلنا ايه تاني غير الامازون، افريكا، بتشترك ان هم عندهم الجو وورم، دافي، غابه استوائيه، والجو ممطر، ريني، هيوميد، رطب، وكمان بيحتوي على بايودايفرستي هاي ليفل، عدد كبير من الكائنات. غابه اسمها، يقول لك ده احنا عايشين في غابه. هو قصده غابه ان الكائنات كتيره ومفيش حد رحم التاني فيها، لان الكائن الاقوى بياكل الكائن الاصغر، والاصغر بياكل الاصغر، والاصغر بياكل الاصغر، لحد هنعرف دلوقتي الفود ويب والفود تشين. فدي اسمها غابه، كائنات كتيره، هاي ليفل اوف بايودايفرستي. افتكر كده، الغابه بتتميز ايه؟ سواء في الامازون او افريكا واسيا، ايشيا يعني، بتشترك ان عندها وورم هيوميد كلايمت او وورم ريني كلايمت، ممطر وحار، وهاي ليفل اوف بايودايفرستي. طب الميجور ديزرت، الصحراء الكبرى والصحاري، دي بتحتوي او بتشترك ان عندها هارش كونديشن، ظروف صعبه. انت ماشي في حته ما فيهاش حد يقول لك يا عم الصحراء اللي احنا ماشيين فيها دي ليه بنسميها ايه الصحراء دي؟ المكان فاضي ما فيهوش حد. ليه ما فيهوش حد؟ الجو صعب، كله بيهرب من المكان ده، يا اما اللي هيفضل فيه هيتاقلم فيه، وفيه هيموت، مش هيعرف يعيش. فبنسميه harsh climate condition. والplants that are adapted to drought، والنباتات اللي عرفت تتأقلم في الدروت، الجفاف. طيب ال highest و most comprehensive level is biosphere، يعني أكبر حاجة بقى خلاص هي البايوسفير، تمام؟ which is the various system that include all biome، كل البايوم بقى اللي على الأرض، كله بقى، الصحراء بالغابة بالمحيطات بالبحيرات بكل حاجة، كله اسمها البايوسفير. احنا فهمنا ايه بقى كده؟ فهمنا بس ان الاورجانيزيشن اوف لايف follow an integrated hierarchical sequence. يعني ايه hierarchical sequence؟ شايفين الحته دي؟ ده بنسميه hierarchical level. ده كده اسمه hierarchical level، بيبقى عامل زي مثلث مقلوب كده. طب ليه مقلوب؟ اعتقد باين مقلوب لان الصغير تحت، individual تحت، وبعدين البايوتيك population اكبر،
وبعدين البيولوجيكال كوميونتي اكبر، وبعدين الايكو سيستم اكبر، وبعدين طبعا البايوم، وبعدين البايوسفير اكبر. البايوسفير بتتكون من مجموعه من البايوم، ماشي؟ بس احنا اساسي هنا عندنا لغايه الايكو سيستم. طيب فده بنسميه hierarchical sequence. وطبعا الهاي ليفل بيتكون من جروب اوف لور ليفل. برضه معلش سامحوني، انا بحاول افهمها لكم والله. هاي ليفل ده بيتكون مجموعه من ده، وده هاي ليفل بيتكون مجموعه من لو ليفل. ما هو ده غزلان مع كذا مع كذا. طب الغزلان جبتهم اهي اللو ليفل اهو، واللو ليفل بيتكون من حاجه اصغر منه. عارف انت الاكبر بيتكون من اصغر، كانك بتفتح بوكس تلاقي بوكس صغير، فالبوكس الصغير ده تفتحه تلاقي بوكس اصغر، تفتح الاصغر تلاقي بوكس اصغر. فالهاي ليفل بيتكون من حاجات لو ليفل. تمام؟ طيب يا دكاتره، البيج نمبر 6 كده. in which a higher level composed of group of low level. كل ليفل من دول صحيح ليهم اسم، بس اما نوصل له دلوقتي. طيب all level interconnected by a complex and reciprocal interaction، بيتفاعلوا مع بعض، وهقول لكم ازاي. that survive to survive of living organisms and balance ecosystem on our planet، ويعمل توازن للبيئة. كلهم بيتفاعلوا مع بعضينا وبيحصل توازن ما بينهم في البيئة. طيب one of the main mechanism linked this level is a food web. الفود ويب هيفرق معانا دلوقتي قوي قوي بالله عليكم، لان انا عندي مصطلحين زي بعض. في حاجه اسمها فود تشين، وفي حاجه اسمها فود ويب. طب يا مستر الفرق بينهم ايه؟ الفود تشين على قده صغنن، الفود ويب اكبر. برضه مش فاهم، واحده واحده. شايفين هنا النبات اللي على السول ده؟ النبات ده اللي احنا بناكله اصلا الذره، كورن، الذره. سلام بقى لو كان اللي هو الذره الحلوه ديت. الكورن يجي مين ياكلها؟ كائن ياكله. الكائن ده مين؟ فار اهو، ماوس. الذره هياكله كائن واحد اسمه ماوس، والماوس هياكله التعبان. هو التعبان هنا ما شاء الله كيوت، بس طبعا التعبان مش كيوت خالص يعني. السنيك، والسنيك هيجي ياكلها الاول، والاولد الامريكان، البريتش اول، هنقول عليه الاولد دلوقتي. يبقى مستر الفود تشين، الكورن هياكلها الماوس، والماوس هياكلها السنيك، والسنيك هياكلها الاولد. طب تعالى كده الدياجرام ايه بقى؟ الفود تشين هو دياجرام، رسمه. هو دياجرام that represent the transfer of nutrient and energy from living to another. لما الذره دي كلها الفار ده هيعيش ولا مش هيعيش؟ هيعيش، ما هو خد غذاء، خد طاقه. طب الفار ده لو ما كانش كل الذره وما كلش حاجه، الفار ده كان هيعرف يعيش؟ يوم 2 3 هيموت. يعني الطاقه اتنقلت من الذره للفار، مع ان الذره اختفى خلاص، ولكن ايه؟ الطاقه اللي فيه لسه موجوده فين؟ راحت للفار. طب الفار وهو بيجري راح التعبان جه كله. التعبان خد الطاقه من فين؟ من الفار، قعد عليها يوم ولا يومين شبعان، هو كده شبعان. طب لو ما كانش كله ما كانش لاقي اكل، كان هيموت. يعني الطاقه اتنقلت من هنا راحت لهنا، من الكورن راحت للماوس، ومن الماوس راحت للسنيك، والطاقه اتنقلت من السنيك راحت للبومه او للايجل او للهوك وات ايفر بقى، الصقر، النسر، ايا كان اللي هياكله ايه. يعني الطاقه اتنقلت من كائن لكائن، اسمه فود تشين. فود تشين. طب افرض بقى لو كان في كائنات كتيره، ومثلا الذره دي ما كانش الماوس بس اللي بياكلها، الرابت بياكلها. ما كانش الرابت بس، الكاو بتاكلها. لما نبات واحد ياكله، او سوري كائن واحد ياكله كذا حاجه، ده ما اسموش فود ويب. انا اسف ده ما اسموش فود تشين. امال اسمه ايه بقى؟ اسمه فود ويب. طيب يبقى الفود ويب الكبير، يعني مثلا هنا اهو بصوا الجراس الحشائش جالها، اكلتها مين؟ الغزاله اكلتها او الدير، والزيبرا كلها، 2 كلها، وممكن يكون اكتر طبعا. جه هنا الزيبرا هياكلوا مين؟ هياكلوا اللاين، وممكن ياكلوا الفولشر. طيب الغزاله ممكن ياكلها اللاين، ممكن ياكلها الفولشر. يعني الكائن، النسر، يعني الكائن هيتاكل من كذا واحد، مش حاجه واحده. طالما كذا حاجه، هي مجموعه من الفود تشين كونكتد ويز ايتش اذر، مش فود تشين واحده. دي فود تشين واحده، ده هياكل واحد، وده هياكل واحد، وده هياكل واحد، وده بقى ممكن ياكل واحد، مش فارقه معايا بس لو طبعا. ولكن
انما دي لا، ده الكائن الواحد ممكن ياكله كذا حاجه. طالما كائن واحد ياكله كذا حاجه دي اسمها فود ويب. طيب هي الفود ويب دي مهمه؟ احنا بنتكلم بقى الفود ويب بقى عشان هي الاعم والاكبر. الفود ويب والفود تشين طبعا مهمين، بس انا خلينا نتكلم عن الفود ويب، هي الاعم والاكبر والاهم. هي بتوضح how organisms obtain، بيحصلوا على الماده الطعام والطاقه، بيحصلوا على الماده ازاي والطاقه الاكل بتاعهم. وبيعرفني how each organism acquired its food، بيحصل على الطعام بتاعه. ما هي ما هو الطعام هو اللي بيدينا الطاقه يا جماعه، ماشي؟ يعتبر هو ده الماده اللي بتدينا الطاقه. طيب وكلاريفاي بيوضح الرول اوف each organism in the community، دور كل واحد في البيئه بتاعته and its position on food web. فحاجه يقول لك ده انا في قمه الفود ويب. قمه الفود ويب يعني هو بياكل كل حاجه، بياكل كل اللي تحتيه. ده يقول لك اعلى السلسله الغذائيه، اعلى التسلسل الغذائي، اعلى الشبكه الغذائيه، تمام؟ اعلى واحد اللي هو اقوى واحد فيهم. يعني كان زمان تقريبا التيركس تقريبا، او اللي هو الديناصورات المفترسه زمان، كانت هي تعتبر هي اقوى حاجه وبتاكل معظم الحاجات. بتاكل اي كائن حتى لو مفترس تحتيها هتاكله، او مفترس اصغر منها هتاكله، تمام؟ show how energy neutron transferred across the different level of biological organization. طيب هنا بيقول لي الايكولوجيستز. ايه الايكولوجيست؟ ايكولوجي علم البيئه، جاي من ايكو سيستم، ايكو سيستم بيئه، ايكولوجي علم البيئه. ايكولوجيست هم العلماء المتخصصين في دراسه البيئه والاهتمام بالبيئه. استخدموا الفود تشين واستخدموا الفود ويب كانهم موديلز، نماذج كده ورسومات بتوضح لنا الطاقه ازاي بتتنقل في البيئه. وفهمنا وشويه حاجات، فهمنا 3 حاجات. اول حاجه فهمناها ان كل خطوه each step in the food chain or food web بتسمى trophic level. يعني احنا هنيجي بعد كده نعمل الكلام ده كله في مثلثات، ماشي؟ كل واحد من ده اسمه trophic level، وده اسمه trophic level، وده اسمه trophic level، وده اسمه trophic level، تمام؟ كل ليفل منهم اسمه trophic level، كل واحد اسمه كده. وفي الايكو سيستم الكائنات اللي اسمها اوتوتروفيك اورجانيزمز هي اللي بتبدا بالفيرست اوتوتروفيك ليفل. يعني ايه الاوتوتروفيك اورجانيزمز اصلا؟ الناس اللي مركزه تعرفها، الناس اللي فاكره الترم اللي فات. اوتوتروفيك يعني ذاتي التغذيه، يعني بيعمل اكله بنفسه. يعني بالبلدي كده صح، البلانتس، النباتات، صح. يبقى ان ايكو سيستم، اني ايكو سيستم، اي ايكو سيستم، الاوتوتروفيك اورجانيزمز ميك اب ذا فيرست تروفيك ليفل، هو اللي بيعمل اول تروفيك ليفل، صح. طيب النباتات، اي بصوا يا جماعه، بصوا لما بدات هنا بدات مين؟ بدات بده. طب هنا لما بدات برضه بدات بده، ده الجراس هو اللي طالع منه الاسهم على فكره. لو انتم مش شايفين بس اشيل لكم العك اللي احنا عملناه ده في الرسومات. بصوا هنا بدانا بمين؟ السهم بادئ بمين؟ اوعى حد يقول لي بادئ بالزبره، لا. اوعى حد يقول لي بادئ بالغزاله، لا. ده بادئ بالجراس، تمام؟ بالحشائش. يبقى هو بيبدا بالاوتوتروفيك او البلانتس. طيب هيتيروتروفيك اورجانيزمز، ايه الهيتيروتروفيك دي؟ هيتيروتروفيك اللي بيعتمد على كائن تاني. الاسد بيعتمد على كائن تاني، الغزاله بتعتمد على كائن تاني، ايا كان مين بيعتمد على كائن تاني، نباتات بقى، حيوانات، ماليش دعوه. اللي هو الكونسيومر يا جماعه، والانيمالز، يعني دي اللي هي بملي وينكو كده، الانيمالز. الهيتيروتروفيك اورجانيزمز ميك اب ذا سبسيكوينت تروفيك ليفل، هو اللي بيعمل بعد كده السبسيكوينت، النيكست تروفيك ليفل، الفولو تروفيك ليفل، الليفلز التانيين يعني، ماشي؟ يبقى البلانتس هي الفيرست تروفيك ليفل، والهيتيروتروفيك اللي هي الانيمالز والكونسيومر هي اللي بتعمل السبسيكوينت تروفيك ليفل، تمام؟ طيب احنا الحمد لله كده خلصنا بارت 1 من الجزء من ليسون 1. الجزء الاولاني ان شاء الله خلصنا من ليسون 1. تعالوا نحل بقى كام سؤال كده، كام سؤال نشوف بقى استدماغنا اشتغلنا ايه، فاكرين ولا مش فاكرين، مركزين ولا لا. ركزوا بقى معايا عشان هيبقى في جوائز على الحاجات دي بعد كده ان شاء الله. ركزوا معايا. اول حاجه which of the following describe the biosphere most accurately؟ مين في ده بيوصف البايوسفير بدقه؟ بصوا بقى، في صحيح مدرستين في حل اسئله الام سي كيو بالذات. مدرسه اسمها مدرسه الاستبعاد، احنا هنستبعد الحاجات لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. مدرسه ثانيه اسمها المدرسه التفصيليه، لا ده احنا نمسك حته حته ونفصلها ونشوف بقى مين اللي هيناسب.
دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها ودي ليها عيوبها ودي ليها عيوبها. الوقت مثلا من عيوب المدرسه التفصيليه. الاستبعاد عيوبه انه مش هينفع في كل الاسئله استبعاد. في مدارس تفصيليه بتفرق في اسئله معينه، ولكن ده ينفع وده ينفع. احنا هنعمل الاثنين ان شاء الله. Which of the following describes the biosphere most accurately؟ بدقه. اللاير of gases surrounding the earth، اللاير بتاعت الجاز اللي بتحاط بالاتموسفير. المدرسه التفصيليه بقى اللي انا افصصها لك اقول لك ده اسمه اتموسفير مش بايوسفير، فبالتالي ما ينفعش. طيب living organisms and the area where they live on the earth، ثانيه، living organisms والمنطقه اللي عايشين فيها هو ده البايوسفير، فده ينفع. طب لو انا كنت بعمل المدرسه الاستبعاد، مدرسه الاستبعاد بس بقى، اول واحد ما ينفعش جازز، انا بتكلم عن البايو. الووتر فاوند، الووتر هيدروسفير ما ينفعش، حتى لو انا مش عارف ان هي هيدروسفير، انا كده كده عارف ان البايوسفير كائنات حيه، وهو بيقول لي هنا البايوسفير ميه، طبعا لا. الروكس لايسوسفير ما تنفعش من غير حتى ما اكون عارف ان هي اللايسوسفير. تمام؟ طيب يبقى كده مين بقى؟ انا كده عرفت مدرسه الاستبعاد والتفصيليه الاثنين ان هما نمبر بي. البايوسفير اكستند فروم، البايوسفير ممتد من فين لفين؟ البايوسفير من الريفر للديزرت، ولا من السويل تو اتموسفير اونلي، ولا من الاوشن للماونت؟ ايوه فاكرين لما قلت لكم من الاوشن، من البوتوم اوف اوشن كمان لحد التوب اوف ماونتن، ده البي. طبعا احنا لو كنا بنمسك المدرسه بقى واحده واحده كده، البايوسفير ريفر للديزرت يا مستر ما هي تنفع، بس انا ما جبتش سيره الميه، ما هي لازم في ميه، يبقى لا. طب من السويل للاتموسفير اونلي دي لا، ما هي في اماكن تانية غير السويل والاتموسفير في الميه. من الفورست للريفر، طب فين الاوشن وفين الماونتنز انما هنا قصده ايه؟ قصده من الاوشن، من قاع المحيط لغايه الماونتن. ما هو انا بتكلم بقى من تحت لفوق، انا مش هتكلم كده بالعرض، انا بتكلم من تحت لفوق فيما بينهم، من ده لده. فمن ده لده قصدي اللي في النص معانا، يبقى من اوشن تو ماونتن. طيب البايوسفير انتراكت ويز هيدروسفير وين؟ البايوسفير بيتفاعل مع الهيدروسفير، الميه، امتى؟ يبقى انا هتكلم عن حاجه ليها علاقه بالميه. تمام؟ طب تعالوا كده، الليفنج اورجانيزم بيتنفس اكسجين، ده ليه علاقه بالاتموسفير. البلانتس ابسورب ووتر، تنفع، بس المدرسه التفصيليه بقى تكمل بقى. الماونتن ار فورمد فروم روك، لا. الويند موف ان ذا اتموسفير، لا. يبقى مين؟ البلانت ابسورب ووتر فروم ذا سويل. بلانت، بايو ميه، هيدرو، يبقى هادي. طب السؤال الرابع، البايوسفير يعتبر described as simple system. simple ازاي؟ ده ليله، دي كائنات وحاجات وليفل وهيراركيال ليفل وليله. طب isolated system، نظام مغلق، احنا ما قلناش خالص مغلق خالص، بالعكس احنا قلنا نظام متقارب ومستمر. طب vast integrated system، هو ده. vast هنا متنوع واسع كبير، وانتجريتد متكامل، هو ده. من غير ما اكمل طبعا الميكانيكال سيستم، ايه الميكانيكال سيستم ده؟ نظام ميكانيكي؟ لا. اللايسوسفير بروفايد بلانت ويز، اللايسوسفير اللي هو التربه والارض بتدي للنبات ايه؟ حد فاكر؟ بتدي للنبات ميه، الميه اللي هي الهيدروسفير. بتدي للنبات هواء، اتموسفير. عايز اللايسو. بتدي للنبات مينرال اليمنتس، هو ده. تدي له مينرال اليمنتس او مينرال سالتس. Which of the following relationship shows the integration of the earth spheres؟ مين في دولت بيوريني علاقه بين الارث سفير؟ decomposition of dead leaves in the soil by bacteria، wind movement above the sea surface only، evaporation of water from the surface of rocks، formation of mountain from volcanic lava. كل ده relationship integration with earth atmosphere عادي خالص. بس احنا بنتكلم على حاجه ليها علاقه بالبايوسفير. ليها علاقه بمين؟ بالبايوسفير. حد يقول لي مين اللي ليه علاقه بالبايوسفير هنا؟ الويند، ايفابوريشن، ولا ماونتن، ولا الديكومبوزيشن اوف ديد ليفز؟ ما هي الليفز دي بعد ما ماتت ديد، يعني كائن حي، كان كائن حي وحصل له ايه؟ حصل له ديكومبوزيشن باي ايه؟ باي بكتيريا. وطبعا لما يحصل له ديكومبوزيشن يروح للسويل تاني. يبقى بيقول لي which of the following relationship shows the creation of the earth spheres؟ يعني هتبقى مين؟ هتبقى ايه؟ طيب
البيوتيك فاكتور. بيوتيك فاكتورز ار ايه؟ حد فاكر البيوتيك الحي ولا غير حي؟ ايوه كده، فركز معايا بقى، ركز. البيوتيك هو الكائنات الحيه. نون ليفنج لا. ليفنج صح. فيزيكال فاكتور ولا كيميكال سبستانس؟ لا طبعا، هي الليفنج كومبوننتس. ماشي. الباقي طبعا هوم ورك باذن الله. ان شاء الله المره الجايه طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى فيه كويز كده بسيط، سواء على المنصه سواء على سواء اوف لاين في السنتر. كويس كده زي ما احنا عارفينه ومتعودين عليه، عشان بس نقيس المستوى والناس تذاكر اول باول. وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في جوائز ومسابقات كل سيشن. يعني انا مش هعتمد بقى على الامتحان لا ده كل سيشن باذن الله، عشان الناس اللي تبقى فايقه معايا. وهقوم بقى عشوائي، اقوم من الاخر، اقوم من الاول، اقوم من النص، اقوم عشوائي كده ونسال، ويبقى في جوائز في لحظتها. تمام. غير الميستري بوكس ولا غير البوكس اللي احنا كنا بناخد من جواه ويطلع كل واحد بنصيبه. لا ده هيبقى فيه جوائز كويسه في ساعتها باذن الله. عشان بس واحد قبل كده طلع له بالونه، انا فاكر طبعا في ناس طلعت لها مج، وفي ناس طلعت لها كتاب، وفي ناس طلعت لها فلوس، وفي ناس طلعت لها شوكولاته. فلا ده في ناس هيطلع لها باذن الله، يعني مش هيطلع لها بقى خلاص، هيبقى في جايزه ماديه يعني باذن الله كويسه. طيب، وكل سيشن بقى هنعمل كده عشان نشغل الناس، ومش عايز الناس تنام مني باذن الرحمن. ان شاء الله مش عايزين ده، احنا عايزين الناس تبقى متحمسه، الناس تيجي باهتمام وبتركيز وبحب باذن الرحمن. وربنا يا رب يوفقكم اللهم امين ويفرحنا بيكم يا رب. وعايزكم تبقوا قد المسؤوليه، وانتوا قد المسؤوليه والله. الترم الثاني 3 شهور نشد فيهم، لان هو هنضغط شويه فيهم، بس نشد فيهم وباذن الله ربنا يكرمنا يا رب اللهم امين، وتحققوا كل اللي انتوا عايزينه باذن الله. تمام. شكرا لله حبايبي، سلام.